ناروتو واحد من اشهر الانميات وافضلها بالنسبه لي، لان بيتعمل عنه العاب كتير جدا على مختلف المنصات ومن زمان قوي. تقريبا اكتر انمي بيتعمل له العاب، وانا كنت لقيت حد عامل مكتبه اليونيتي تخليك تتبع حركه الايد جوه محرك يونيتي وتستعملها ان انت ممكن تعمل بيها العاب. فانا قلت ايه اللي هيحصل لو جربت تعمل لعبه لناروتو بتتلعب من خلال ايدك بس، وان انت تعمل الحركات المختلفه عشان تلعب اللعبه. اول حاجه نفتح مشروع جديد Here we go again. ونجيب مجسم للاعب، وطبعا عشان كلنا عارفين ان الاشخاص الجامدين هم اللي بيلبسوا نظاره شمس فلبسوا نظاره شمس ونلونه بدل ما هو مطفي كده، مش هبقى انا وهو. فكرة اللعبة هتكون عبارة عن انك تلعب بناروتو واقف مكانك، والاعداء هيصبروا حواليك وهيجوا يجروا عليك. طبعا هم مش معجبين وجايين يجروا عليك وجايين يضربوك، وانت باستعمال الكاميرا تبدا تعمل حركات وجوتسز معينة عشان تدافع بقى عن نفسك وتحاول تعيش لاطول فترة ممكن. نعمل الاعداء نجيب مجسم اللاعب ونصبغه احمر، ايوه انا عارف ان انا كريتيف، ونعمل لهم هيلث بار يظهر اما العدو ينضرب، ونعمل ذكاء صناعي مبدئي للاعداء بحيث ان هم يشوفوا مكان اللاعب فين ويحاولوا يتبعوه لحد ما يوصلوا له، ولو وصلوا لمسافة معينة بينهم وبين اللاعب هيبداوا يضربوه. دلوقتي هم متفقين حول اللاعب، شكلهم فعلا كانوا معجبين وعايزين ياخدوا الجدار. دلوقتي عندنا ناروتو، احنا عندنا ناروتو الفيديو بتاعي وانا بقول احنا عندنا ناروتو، لكن ما عندناش كونوها. فقعدت ادور ولقيت المجسم ده الكونوها، ولكن جودته ما كانتش احسن حاجه. فقعدت ادور تاني لحد ما لقيت المجسم ده واللي جودته كويسه نوعا ما وتنفع جوه اللعبه. بعد كده نغير في شكل السماء والسحاب ونعمل شويه تعديلات نحسن الجرافيك. ده اللي هيبقى المربع اللي اللعبه هيبقى فيه، فنعمل له حواجز عشان ما نخليش اللاعب يقدر يطلع بره المربع ده. انا اقتنعت ان ده مش احسن مجسم من ناروتو، مجسم احسن بكتير من مستوى اللعبه. فلقيت المجسم ده لناروتو ما ضفته جوه اللعبه، تمام شكله كويس جوه اللعبه. صابعه مكسوره لسبب ما، تقريبا فك نفسه مدويه. فقعدت عدلت المجسم وجيت اجربه جوه تاني جوه اللعبه، ولكن كان شكله مبكسل مش عارف ليه. فعرفت ليه وحليت المشكله، يعني البرمجه باختصار. دلوقتي نيجي نجرب ان احنا نعمل له انيميشنز، ولكن ايه ده فك نفسه جوه جوليه. ごめん、合わない。كده تمام. نقدر دلوقتي نجرب عليه انيميشن. لا كفايه كده، يلا نجيب بقى انيميشنز جوه اللعبه. لقيت الانيميشن ده الوقوف عشان انت اصلا معظم اللعبه هتفضل واقف كده، وده مش شكل احسن اعداء ممكن يبقى موجود في اللعبه. فدورت على مجسم لقيت المجسم ده الشينوبي عادي، وده اللي هضيفه جوه اللعبه كعدو عادي ان بي سي. ما قدرتش اجيب مجسم لشخصيه كبيره زي مادر عشان مش هيبقى منطقي اللي انت قاعد تضرب 50 واحد وتهزمهم كلهم في نفس الوقت وانت واقف مكان. ورحت جبت لهم انيميشن للجايه الايقونيه بتاعت ناروتو. دلوقتي الاعداء بيسبقونا في اماكن مختلفه حوالين الماب وبيتارجتوا ناروتو وبيقعدوا يجروا وراه لحد ما بيبقوا قريبين بشكل كافي ويبداوا يضربوه. وانا عملت ايبا انيميشن للضرب بحيث ان ما يبقاش في نفس الانيميشن كلهم بيضربوه في نفس الوقت، الموضوع يبقى شكله وحش. دلوقتي نيجي لاهم حاجه، رحت جربت المكتبه اللي اللعبه اساسا هتبقى قايمه عليها، فلقيتها شغاله ولكن كانت بطيئه شويه. قعدت اعمل شويه تحسينات وجايب شويه اعدادات مختلفه لحد ما كنت راضي عنها نوعا ما. كنت عملت نظام بحيث انه يحفظ الحركات في نفس الوقت اقدر اتعرف عليها بعد كده في اللعب، واختبرته وكان شغال تمام. لكن كان في مشكله ان الحركه لازم تبقى مظبوطه بالملي، لكن ده عمليا مستحيل. حتى انا ما اقدرش اكرر نفس الحركه بالملي كل ما اجي اعمل حركه معينه. فضفت زي نسبه خطا بحيث ان انت يعني لو قريب مثلا بنسبه لحد 90% من الحركه العاديه تشتغل معاك تمام. دلوقتي جه الدور اللي احنا نضيف القدرات المختلفه اللي هتبقى موجوده في اللعب. بوكس يمين، بوكس شمال، جيتسو النسخ ده بيخليك تجيب اتنين معاك يقعدوا يضربوا هما بيعرفوا يتحركوا وانت لا. جيتسو الاستبدال اللي هو اللي بيجيب بدالك لوح خشبي وده وتعمل تليبورت. وطبعا اهم حاجه جه الدور ان انا اعمل بقى الانيميشنز لناروتو، وقعدت اجهز الانيميشنز لناروتو بحيث ان انت لما تعمل حركه ناروتو برضه يطبقها. ضفت هيلث بار وضفت شاكرا بار بحيث ان ده اللي انت بتستعمله وهتعوز تحوشه لما تعمل الحركه دي بايدك فتبدا تحول شاكرا، ولكن الهيلث بيفضل يقل لحد ما انت تموت. كده خلصنا اللعبه. عملت المين منيو دي واللي شكلها عجبني الصراحه. بالنسبه لاسم اللعبه هسميها ناروتو. في مليون لعبة ناروتو فسميتها مونستروتو عشان انا مونستر وهي ناروتو. وعملت اعدادات للعبة بحيث ان اللعبة لما انزلها مستقبلا تشتغل على مختلف الاجهزة حتى لو جهازك بطاطا. صعبة دي على بتوع التيبل ايه. قعدت اعمل بقى شويه تحسينات واضيف شويه افكتات، بعد كده جيت اضيف بقى شويه مؤثرات صوتيه. وطبعا عشان هي لعبه انمي لازم نخلي ناروتو بيبقى بيتكلم جوه اللعبه وبس. كده نكون خلصنا اللعبه. وقعدت اختبرها بعد ما خلصت اللعبه شغاله كويس، ولكن كان في مشكله بس ان التعرف على الايد برضه مش شغال بالسلاسه اللي هي حتى بعد التعديلات والاداه اللي انا حاولت اغيرها. فعشان كده مش هنزل اللعبه دي حاليا للناس تلعبها لحد ما اعدلها ان شاء الله واحل المشاكل دي. برضه مستقبلا انا ناوي ان شاء الله ان انا اكمل تعديل في اللعبه دي واضيف شخصيات تانية قدرات مختلفه تانية جوه اللعبه بحيث اللعبه تبقى منوعه. ممكن نضيف مهمات وبوس فايتس، فانا عندي افكار كتير قوي للعبه. فلو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان الفيديو ده لو جاب تفاعل هعرف ان انتم مهتمين باللعبه، وان شاء الله ننزل لها فيديوهات تانية. ويلا سلام.やれやれ影分身の術影分身の術俺が本物の螺旋丸影分身の術よっしゃ螺旋丸俺がお前を倒すんじゃねえ
影分身の術